ارضيه الملعب. ركنيه على يسار حارس المرمى مشعل برشا، ملعوبه داخل منطقه الجزاء، راسيه لكن بعيدت، رسالة مستمره وقائمه، تغطيه وابعاد، تسديده تاتي، مطالبه بوجود ركله جزاء، مطالبه بوجود ركله جزاء، ولاعبو المنتخب البحريني يطلبون من حكم المباراة، حكم المباراة الأوزبكي تانتشي انتظار القرار النهائي. هو اتخذ قراره، خلاص اتخذ قراره وبالعودة إلى تقنية الفيديو، ركلة جزاء للمنتخب البحريني في الدقائق الأخيرة بوجود لمجات مشعل بخبرة أوروبا في مواجهة خبرة لاعب قادم من كأس العالم، يسجل عبد الله ويعطي التقدم للبحرين، بالهدف الثاني من علامة الجزاء، يسجل عبد الله يوسف ويتقدم المنتخب البحريني الآن بهدفين مقابل هدف واحد. هذه الكرة بخبرة كبيرة جدا وبتعامل مثالي أيضا، وضع الكرة في شباك الحارس مشعل برشم وأعطى التقدم لمصلحة المنتخب البحريني. هذه الكرة، هذه المحاولة واللقطة بعد ذلك إلى شباك الحارس مشعل برشم تعلن عن هدف آخر يأتي لمصلحة المنتخب البحريني. 2-1 للبحرين. عادت البحرين بخطأ من بكرة تغير اتجاه وتسديدة من كوميل الأسود.